الطبيعي لما تلاقي حد بيحسب الأيام اللي فاضلة على شهر رمضان، شهر الخير، شهر العتق من النار، شهر البركة، شهر التزويد فيه بالحسنات، بيقول لك فاضل كام يوم علشان خاطر يذكرك، علشان خاطر تستعد، علشان خاطر تبدأ، علشان خاطر تنوي، إلا محمد رمضان بيقول لك باقي 187 يوم على رمضان 2007، ثقة في الله، مسلسل عشماوي يليق بيكم. مش عارف أرد أقول إيه الصراحة. شعب فنجري، وده الوصف الدقيق اللي وصفه يوسف الحسيني للشعب المصري. سمك لبن تمر هندي عبيله واديله، لقى نفسه قاعد ما بيعملش اي حاجه ومحدش بيجيب سيرته، قال لما اطلع ادي بيان الناس تنكشني فيه، مش مهم هتشتمني شويه، ما انا واخد على كده. قام راح قايل لك ايه بقى؟ الجوع والفقر هم اللي خلوا الصينيين ياكلوا الخفافيش واي حاجه في السكه، استحملوا الجوع علشان الاقتصاد يتحسن. ولكن احنا في مصر مش عايزين نستحمل، احنا شعب فنجر بنحب ننبسط. اوزن يا مواطن. وده الطلب اللي طلبه الاعلام الكبير المرموق المعروف، الاعلام الشهير، الاعلامي اللي دايما بيطلع يقول كلمة حق، الاعلامي اللي عمره ما غلط، الاعلامي اللي عمره ما نافق، الاعلامي اللي دايما واقف ورا الشعب وقدام الشعب وتحت الشعب وفوق الشعب، الإعلامي أحمد موسى. بعد رفع أسعار الخبز السياحي والفينو، يجب على المواطنين وزن رغيف الفينو أو العيش السياحي قبل ما تشتريه. خليك ناصح. يعني من هنا ورايح هنمشي بميزان، هناخد ميزان على كتفنا، بنزن رغيف العيش وناخده ونمشي. 5 سنين داخل طالع على المحاكم، وادعوا لي يا اخواتي. 5 سنين والجهات المصرية الأمنية مش واخدة بالها. 5 سنين بينصب على خلق الله، ويا ترى مين اللي بيساعده؟ يا ترى مين اللي المفروض يتحاسب؟ اللي دخل ونصب على الناس، ولا اللي ساعد معتوه ومختل عقليا انه ينصب على الناس 5 سنين؟ 5 سنين داخل طالع على مجمع المحاكم، ويكاد ان يكون لف محاكم مصر كلها. 5 سنين مع تصريح انه ذوي المهنة ما يعرفش اي حاجة عنها. 5 سنين وهو بيزاول نشاط مستشار بل قاضي من قضاة الدولة. 5 سنين يا ترى مين اللي بيساعده؟ مين اللي مسؤول؟ هل المختل عقليا ولا اللي كان بيساعد المختل عقليا؟ ويا ترى مين اللي كان بيساعد المختل عقليا علشان يقدر يزاول نشاط 5 سنين؟ 5 سنين